والآن مع الزوجة الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كانت أمنا حفصة رضي الله عنها متزوجة برجل صحابي جليل هو خنيس بن حذافة السهمي، وهاجرت معه إلى المدينة، فمات عنها بعد أن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، فتزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزواج له قصة جميلة. فأولا قال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب النكاح، قال: قابلت عثمان فعرضت عليه حفصة. بعد ما زوجها مات تعيش ليه بدون زوج؟ لا، عرضت عليه حفصة. عثمان المتزوج ببنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجة بعد الثانية، عمر رضي الله عنه يعرض عليه أن يزوجه ابنته. الأمر عندهم بسيط، يرجون الله عز وجل والدار الآخرة. قال: فعرضت عليه حفصة فقلت إني إن شئت أنكحتك حفصة، إيه رأيك أزوجك بنتي حفصة؟ فقال: سأنظر في ذلك، هفكر وارد عليك. فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يوم هذا، لا شوية. فقال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي، ما ردش خالص. فكنت أوجد عليه مني من إيه؟ من وجدي على عثمان. أبو بكر أقرب واحد لي، ومع ذلك لا يرد علي بأي كلمة. فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال رضي الله عنهما، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قلت: نعم، فعلا دي الحقيقة. قال: فإني لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها، فيعني قلت ربما يخطبها صلى الله عليه وسلم. ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لنكحتها. لو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش اتجوزها كنت أتزوجها. وعندنا حديث له روايتان. الرواية الأولى عند الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، والرواية الثانية عند الطبراني أيضا والبزار، ولكنها بسند ضعيف أيضا كما عند الهيثمي في مجمع الزوائد. الأولى الصحيحة عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابن مظعون، الاثنين خوالها الاثنين دخلوا عليها فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجلبت له، بعد ما بكت قدام خوالها عملت ان هي قدام النبي صلى الله عليه وسلم صابره. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. الله أكبر، كفاها هذه المنقبة العظيمة. روت لنا أمنا حفصة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: توفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان سنة 45 من الهجرة في خلافة معاوية، وهي عن عمر 60 سنة، رضي الله عنها وعن أبيها، والسلام عليكم.